أنا جنبك يا صاحبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي قناة حدوتة زملكاوية، أهلا بيكم في كل مكان. خلاص الحمد لله خلص الدوري وسمعنا الحدوتة، قعدنا من امبارح كلنا بنسمع الحدوتة. خلصنا الزمالك بطل الدوري والأهلي مركز ثالث رايح كونفدرالية بالتوفيق بإذن الله. بيراميدز مع الزمالك في دوري الأبطال. خلص الدوري مفيش هبوط، لسه هنشوف بقى يعملوا ايه في موضوع الدوري السنة الجاية. من دلوقتي لحد ما نبدأ احنا بنحتفل، لحد ما نبدأ الدوري الجديد احنا بنحتفل وهنفضل نحتفل، وكل يوم هنحتفل مش عشان احنا نادي محدث ولا عشان احنا نادي مش عارف ما بيصدق ياخد بطولة. وهنرد على كل الأهلاوية اللي كانوا في الكلام اللي طلع من أول السيزون لغاية آخر حاجة طلعت امبارح. فلكك الجميل وسبسكرايب للقناة وواحدة شير وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل التنبيهات أول بأول، وخليك دايما متابعني عشان يوصلك كل جديد. فبسم الله نبدأ. هنتكلم الأول على شويه حاجات كده. الفيديو طويل، فيديو قاعدين شويه مع بعض هنتكلم على حاجات كتير، مش محضر حاجه، مفيش سكريبت مكتوب يعني، بس طالعين نتكلم كده ايه اللي يجي في دماغنا هنتكلم فيه. كنت عامل احصائيه كده، استطلاع راي على اليوتيوب. الناس تختار مين هو راجل الزمالك الموسم دوت من وجهه نظرهم، او اخترت 4 لعيبه انا شايف ان هم الاكتر تاثير يعني في الزمالك السنه دي: عدي الدباغ واخوان الفينا وعبد الله السعيد وناصر منسي. فنبدا من هنا الكلام. هنسيب الموضوع ده لاخر حاجه، هقول لك رايي انا مين هو نجم الموسم في الزمالك السنه دي بالنسبه لي. طبعا بعد الجمهور، طبعا لان الجمهور مش اللاعب رقم 12، الجمهور لاعب رقم واحد. الفرقه الوحيده اللي الجمهور فيها اللاعب رقم واحد. فتاني بفكر نفسي وبفكر كل الناس، يا ريت كل الناس اللي بتتفرج تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، وحط كومنت وقول لي مين شايف مين هو رجل الزمالك الموسم دوت. ولو الكلام عجبك اعمل شير، عايز الفيديو يوصل لكل الزملكاويه اللي انت تعرفهم. وزي ما بقول لك بقى، نتكلم عن اول حاجه. في ناس اهلاويه من بعد ما الزمالك اخدوا البطوله طالعين في نغمه تخميد للزمالك كده، اللي هو ايه يعني الزمالك بياخد بطوله بياخد دوري كل 10 مواسم، والدوري ال 15 ده الاهلي واخده سنه 1000 ومش عارف كام. فانا طالع ارد عليك: لا حضرتك، هو الزمالك ما بياخدش الدوري كل 10 سنين ولا حاجه. لو انت جيت تبص، الفار اتطبق من 6 سنين تقريبا، يعني من 2020. الزمالك خد 3 دوري والاهلي خد 3 دوري. من الثلاثه دوري اللي الاهلي خدهم ده، واحد السنه اللي فاتت اصلا هو بتاع بيراميدز، يعني انا مقتنع ان هو بتاع بيراميدز. وناس اهلاويه كتير مشهورين مقتنعين ان هو الدوري ده بتاع بيراميدز وهو كان حقي بيه. فلا، هو الزمالك ما بياخدش دوري كل 10 سنين ومفيش الكلام دوت. الزمالك من يوم اصلا ما الفار اتطبق في الدوري المصري، انت بتاخد دوري الزمالك بياخد دوري، انت بتاخد دوري الزمالك بياخد دوري. انت خدت 3 وانا خدت 3، وانت ال3 بتوعك في واحد منهم انت متجامل فيه. فما تجيش تقول لي الدوري ده مش عارف انا خدته. انا مالي انت خدته رقم، خدته سنه كام؟ انا مالي، ما احتفلش يعني عشان خدت دوري عشان انت واخده من شويه. مش فاهم يعني. انت لو خدت الكونفدراليه السنه الجايه مش هتحتفل بيها عشان الكونفدراليه التانيه دي انا واخدها من 3 4 سنين؟ مفيش الكلام ده يا صاحبي، مفيش حد بيعمل. ارسنال لسه واخد الدوري بقاله 25 سنه ما خدش الدوري. انا راجل ارسنالي بقالي انا 23 سنه ما خدناش الدوري. ما احتفلش عشان انا بقالي 23 سنه ما خدش الدوري؟ مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. فانت ده عياط ودي دموع. شوفوا لنا كاس كده عشان هنملى وهنشرب وهنتمزج قوي يا جماعه من اللي انتوا بتقولوه ده. ننقل على النقطه الثانيه. لا، هنسيب كابتن حسام حسن ده للاخر، ده ليلته ليله. النقطه الثانيه: الناس اللي بتتكلم ان الزمالك متجامل في ماتش سيراميكا واحمد الحاج غمز لعواد قال له اشوطها هنا وشوط هنا. يا عم انا راجل همشي معاك. احمد بالحاج مفوت، هقول لك انا على حاجه: خلي احمد بالحاج سجلها وسيراميكا تعادل، انا برضو بطل الدوري. انا لو محتاج ان انا اعمل كده، طب ما كنت انت تدخل حد غير احمد بالحاج؟ علي ماهر مدرب سموحه كان يدخل حد غير احمد بالحاج اللي كان بيلعب عندي، كان يدخل عمرو السولية. الناس اللي بتتكلم ان ده دوري بقى اسمه، الناس اللي سميته دوري وفا، سموه دوري وفا عشان فيه ضربة جزاء. انا واحد من الناس شايف انها ضربة جزاء للاهلي فعلا في ماتش سيراميكا. انا شايف انها ضربة جزاء، بس في حكم وفي 100 حكم تاني في مصر وفي اوروبا وفي الدنيا كلها الناس طلعت قالت لا يا جماعه مش ضربة جزاء وما بتتحسبش وبتاع. انا هقول لك ان هم غلط.
انا معاك اهو ان الناس دي غلط وان هي ضربه جزاء صحيحه. حضرتك ما خدتش بالك بقى ان الماتش اللي بعدها في ماتش سموحه امام عاشور عمل ضربه جزاء وما اتحسبتش ومحدش اتكلم عنها؟ انت ما شوفش السنه اللي فاتت حسين الشحات بيدوس على بطن محمد حمدي وحسين الشحات اللي بياخد ضربه جزاء؟ هو انتوا ما بتشوفوش يا جماعه الكلام ده؟ ما الكلام ده بيبقى موجود، انتوا ما بتشوفوهوش بس لما بيبقى ليكم ما بنشوفوش، لكن لما يبقى للزمالك خلاص بقى ده مؤامره. بتتكلموا عن ان الزمالك نادي جمهوره بيؤمن بالمؤامرات الكونيه والكلام ده، وانتوا عايشين في ميه البطيخ اصلا يا جماعه. كل حاجه بتطلعوها مؤامره. يعني انا حاسس بمؤامرات لان انا الدوري بتاعي انا واخد 15 دوري، انت واخد 45. فانا طبيعي ان انا احس ان في مؤامره، ان الناس كلها بتجاملك. انت النادي اللي معاك الفلوس، انت النادي اللي معاك عقود الرعايه، انت النادي اللي بيجي لك اعلانات، انت النادي المركز الثالث اللي واخد اللي متاخد للمنتخب بتاعه اكتر من 90% من اللعيبه اللي هي اصلا مركز ثالث، اللي هي اصلا مش نافعه، والجمهور جمهورهم بيهاجمهم ومش عايزهم. بس مش هنيجي لحته حسام حسن ده، انا هسيبه للاخر. فبرضه ما تجيش تقول لي مؤامرات. انت برضه بتعترف بالمؤامرات وبتؤمن بيها وبتعيشها، بس هي لما المؤامرات بتبقى لمصلحتك بتبقى جميله، اما بتبقى عليك بتبقى كخ. وده مش طبيعي يا جماعه، مش طبيعي. الكوره يا جماعه مش كده. الكوره عادي ان انت تكسب وعادي ان انت تخسر وعادي يعني. واحنا بنحفل، انا لو كسبت بطوله هحفل وهحتفل عادي يعني، دي كوره يا جماعه. امال انا بشجع كوره ليه؟ انا بشجع كوره ليه؟ نيجي بقى لرجال الموسم في الزمالك. عايزين نتكلم على كل لاعب في الزمالك كان له دور في الموسم دوت. قلت لك الفيديو طويل وانت قاعد معايا شويه. يا ريت الناس اللي هتتفرج على الفيديو تاني تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل التنبيهات اول باول. ومش متابعني خليك متابعني عشان يوصلك كل جديد بننزله. رجال الزمالك فيه نجوم السنه دي مفيش حد يختلف عنهم. في ناس، ومش معنى ان انا بقول ان دول نجوم الزمالك او رجال الزمالك ان الناس دي معناها ان هم ما غلطوش طول الموسم، لا خالص. كل اللي انا هقولهم دول كان لهم اوقات مستواهم عالي ومستواهم الفني عالي ومؤدين كل اللي عليهم، وكان في اوقات حصل لهم دروب ومستواهم وقع بدني وفني. فمفيش حد ما فيش حد كامل، ما فيش لعيب كامل يعني. فهنتكلم طبعا اول واحد هيتشكر وهنفتكره طبعا بكل خير ان شاء الله، كابتن معتمد جمال يا جماعه. كابتن معتمد جمال، تتفق تختلف تبقى شايف ان هو يستحق فرصه ان هو يكمل الموسم الجاي، ما يستحقش، دي بتاعتك. انا هقول لك رايي برضو في الاخر. لكن كابتن معتمد جمال الراجل جه اشتغل في اوقات، لو انت جبت مين، لو جبت بيب جوارديولا في الاوقات دي كان يقول لك الموضوع صعب. الموضوع صعب، انت جايبني اعمل ايه؟ انت عندك 18 ايقاف قيد، انت ماشي اهم نجمين في الفرقه سواء دونجا او ناصر ماهر، منهم واحد موديه لواحد من المنافسين بتوعك اصلا في بطوله الدوري. فانت عايز مني ايه؟ انا هاجي اعمل لك ايه؟ فطبعا كابتن معتمد جمال ان هو يستحمل وان هو يقبل اصلا بالمهمه ديت في الوقت دوت، دي طبعا حاجه كبيره وحاجه تحتسب لكابتن معتمد جمال. فشكرا طبعا كابتن معتمد جمال، فوق راسنا اقسم بالله، عمرنا ما هننساها لك. نيجي اللي بعد كده. طبعا كابتن معتمد جمال مقصود بيه كابتن معتمد جمال وكابتن ابراهيم صلاح، كابتن عبد الناصر محمد، اي حد قاعد على الدكه، محلل اداء، بدني، خططي، فني، تكتيك، اي حد قاعد على الدكه شكرا، انت فوق راسنا وتسلم على كل اللي انت عملته للزمالك السنه دي. حراس المرمى، عواد هفتكر لك لقطه ضربه الجزاء اللي انت شلتها وشلت ضغط كبير من على فرقه وجمهور نادي الزمالك. لو كانت ضربه الجزاء دي دخلت كنا هنفضل قاعدين. ضربه الجزاء كانت في الدقيقه 60، كنا هنفضل قاعدين نص ساعه خايفين ان احنا يجي فينا جون، وكان طبعا كابتن معتمد جمال ممكن يرجع ويدافع وبتاع فتلبس جون فعلا وتخسر البطوله. فايه الحمد لله عواد هنفتكر لك طبعا اللقطه ديت عمرنا ما هننساها. لكن هنفتكر لك برضو انت وصبحي مشاكلكم مع بعض عشان مش عايزين تقعدوا لبعض. انتوا بتلعبوا في نادي الزمالك، انتوا بتلعبوا في نادي كبير، مكان ما المدير الفني يقول لك انت موجود انت موجود. اللي مش عاجبه الكلام ده يمشي من دلوقتي اهو، من قبل السنه ما تبدا ومن قبل الموسم الجديد ما يبدا. ايا كان مين في الفرقه اللي مش عاجبه كلام ايا كان مدير الجهاز الفني، رئيس الجهاز الفني اللي موجود، المدرب، ايا كان كلامه يمشي على اي حد. فخلصنا عواد وصبحي. طبعا مهدي سليمان مليون تحيه يا جماعه. الراجل جه قعد، المفروض ان هو كان حارس كبير وحارس عنده خبره كبيره، جه قعد لعواد وصبحي ما سمعناش منه مشكله، ما سمعناش منه حاجه. الناس كانت بتتكلم ان مهدي سليمان جاي اصلا مصلحه عشان هو وكيله عبد الرحمن اسماعيل وجون ادوارد وبتاع.
الراجل جه واشتغل ووقف وشال نادي الزمالك في اوقات كتير صعبة. فشكرا مهدي سليمان. محمد ابراهيم، انت جاي يا ابني ومستنيين منك كتير جدا 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 جدا. معاك كابتن من كباتن نادي الزمالك عمر جابر، استفيد منه، حتى لو استفيد منه من ناحيه الشخصيه ومن ناحيه حب النادي والانتماء للكيان الكبير دوت، فدي حاجه تحترم جدا. استفيد لان انت معاك واحد من كباتن نادي الزمالك التاريخيين عمر جابر طبعا يا جماعه، حتى لو انت مختلف على مستواه. طبعا حسام عبد المجيد شابوه، الونش شابوه، محمد اسماعيل واحد من نجوم الدوري السنه دي، محمد اسماعيل واحد من اهم رجال الزمالك السنه دي. محمد اسماعيل اتظلم ظلم مبين ان هو ما ينضمش لمنتخب مصر، هنتكلم في الموضوع دوت بس مش دلوقتي. بس محمد اسماعيل انا بعتبره واحد او اعتبره اهم راجل في الزمالك السنه دي. راجل لعب مدافع ما قالش لا، وكان احسن مدافع عندك، احسن من حسام واحسن من الونش حتى في الطلوع بالكوره. راجل لما احتاجته باك يمين كان موجود وسد، ما كان موجود وسد وكان راجل. راجل لما احتاجته في نص الملعب كان موجود وسد وكان راجل. فمحمد اسماعيل مليون تحيه محمد اسماعيل على ادائك وعلى رجولتك وعلى حبك واخلاصك لنادي الزمالك. راجل في النهائي الكونفدراليه من الدقيقة 15 مناخيره مكسورة وبيلعب ومناخيره بتنزف دم وبيلعب وبيموت نفسه عشان خاطر الفرقة وعشان خاطر الجمهور اللي كان موجود في المدرج. فتحية مليون تحية لمحمد اسماعيل. محمود بنتايج نجم من نجوم المغرب، وراجل محتاج شوية تظبيط وشوية هدوء كده في الشق الهجومي، وهيبقى عندك باك شمال يعني زي مارسيلو يا جماعه، اقسم بالله مش ببالغ والله، بس هو محتاج بس شويه تظبيط في الشق الهجومي بس، لكن هو وتد وراجل وروحه وحماس وجرينتا وكل حاجه. شكرا شكرا محمود بنتايج، تسلم المغرب واللي منها يا بنتايج. فتوح طبعا مفيش كلام يا جماعه، فتوح لعيب كبير، فتوح فاكهه فاكهه، حتى لو وقع بدنيا الموسم في اخر الموسم، لكن فتوح لعيب فاكهه، لعيب تحب ان الكره تيجي في رجله. عمر جابر طبعا اتكلمنا عنه، عمر جابر واحد من كباتن نادي الزمالك، شئت ام ابيت عمر جابر كابتن من كباتن نادي الزمالك. وعمر جابر له كتير عندنا في جمهور نادي الزمالك. عمري انا واحد من الناس عمري ما هنسى موقف عمر جابر في ماتش الدفاع الجوي، طبعا كارثه الدفاع الجوي عمري ما هنساه. عمر جابر لما وقف وقال للناس انا اسف ومش هلعب وما قدرش، كان يوميها في مشاكل مع مرتضى منصور لو نفتكر. فعمر جابر يا جماعه يتشال على الراس. نص الملعب شحاته، ربنا يرحم والدك ويحميك يا ابني وتفضل دايما تشيل بطولات في نادي الزمالك وما تزعلش، وفداك 100 بطولة يا شحاتة، فداك 100,000 بطولة يا شحاتة، وبإذن الله مستنيين منك أكتر وأكتر من كده بكتير. محمد السيد أنا عايزك تجز زي ما أنت ما جزيت آخر ماتش، والعب بحماس والعب بروح زي ما أنت عملت كده آخر ماتش. أقسم بربي هتبقى نجم من نجوم الدوري المصري السنين الجاية. لاعب عنده إمكانيات كبيرة قوي لكن هو مهمل في حق نفسه. مين تاني في نص الملعب؟ احمد ربيع، مستني منك كتير السنه الجايه يا احمد، ومستني منك ان انت تثبت نفسك اكتر واكتر في نادي الزمالك. انت لعيب كبير بس ممكن يكون اول سنه بس انت لسه ما خدتش على وضعه والضغط وكده، فمستني منك كتير. شكرا احمد ربيع على الموسم الكبير دوت. مين تاني في نص الملعب؟ ادم قيد. شكرا ادم قيد على اللي انت عملته في الموسم دوت، لكن انا شايف ان هو مش قد نادي الزمالك يا جماعه. الزمالك محتاج حد رتمه اسرع من كده بشويه من ادم قيد. ادم كيد انا شايف ان هو من اول الناس اللي ممكن تمشي عادي لو جالها عرض. شيكو بنزا كذلك نفس الكلام. شكرا شيكو بنزا على ماتش بيراميدز العظيم اللي انت عملته، واحد من الماتشات اللي جابت لنا الدوري، فشكرا شيكو بنزا. لكن برضه انا شايف ان هو لو له عرض مناسب بيع، وانت استفيد من الفلوس احسن، وشوف اي حد يجي مكانه يبقى عنده بعض من المهاره اكتر من شيكو بنزا ويفيد الزمالك اكتر من شيكو بنزا. ناصر منسي، شكرا ناصر منسي، مليون شكرا ناصر منسي. احمد شريف، شكرا احمد شريف، شكرا على الاحتفالات والرقص والحاجات ديت، لكن اتمنى ان انت تشوف مكان غير نادي الزمالك، لان انت مش مستوى نادي الزمالك، او ممكن تبقى موجود كبديل كدكه مش اكتر يعني. ما نسيتش حد، انا عارف انتم بتسالوا على مين، هنتكلم عنهم برضو. لسه مين تاني انا عايز اتكلم عنه؟ محمود جهاد، احمد عبد الرحيم ايشو. محمود جهاد، احمد عبد الرحيم ايشو. مين تاني؟ عمرو ناصر. الناس دي شكرا يا جماعه على اللي انتوا عملتوه، شكرا على وجودكم في نادي الزمالك، ونتمنى لكم التوفيق في اي مكان بره نادي الزمالك. سيف جعفر، نتمنى لك التوفيق بره نادي الزمالك، وشكرا على الموسم دوت يا سيف. طبعا ما كانش ليك دور لكن شكرا برضو، كنت واحد من لعيبه الزمالك. اي حد كان موجود في نادي الزمالك طبعا مليون شكر له على الموسم التاريخي اللي هم عملوه، وعلى استحمالهم لظروف النادي والماديه الصعبه.
وعلى ان هم ما اشتكوش، على ان هم فضلوا مستحملين وشايلين حلم الجمهور لغايه ما حققوه الحمد لله. لسه فاضل 3 أو 4، انا في حد اكيد نسيته بس انا مش مركز يعني، في ناس نسيتها بس ايه مش فاكر. لو انتوا فاكرين حد اكتبوا لي في الكومنتات يا جماعه فكروني. فاضل 3، انا اجلت الكلام عنهم للاخر لان انا حابب ان انا اتكلم عنهم للاخر فعلا. اولهم خوان الفينا. خوان الفينا واحد من اهم اللعيبه اللي دخلت الدوري اخر 10 15 سنه. كواليتي مش موجود في الدوري اخر 10 15 سنه فعلا. كواليتي عالي قوي، ما شفتش كواليتي قريب من ده غير كينو مثلا، لكن كينو كان اعلى كمان لان كينو كان مؤثر كمان على الفينش. خوان الفينا اتمنى السنه الجايه ان انا اشوف منك تاثير اقوى. اتمنى ان انت يكون بنيانك بقى شد اقوى، حماسك زاد، خبرتك في الدوري والتعامل مع الفرق يبقى احسن. واتمنى ان انت تشتغل على الفينش لان ده هيفرق معانا جدا. اخوانا الفينا طبعا واحد من اهم نجوم الزمالك السنه دي، ونجم الدوري المصري. هو احسن لاعب في الدوري المصري من وجهه نظري السنه دي، احسن لاعب محترف في الدوري المصري من وجهه نظري السنه دي. فاخوان الفينا تسلم البرازيل واللي منها، تسلم البطن اللي جابتك. مش هقول لك بقى كان عندي فار بدلته باسد والله ما لا حسد والجو دوت، بس انا كان عندي لعيب بيجري ويرفع بدلته بلعيب بيجري وبيرفع وبيخترق وبيرقص وبيعدي 1 على 1 وبيدي سروقات وبيعمل كل حاجه ما شاء الله. ربنا يحميك يا اخوان. لسه عدي الدباغ اهم لاعب في الزمالك السنه دي. عدي الدباغ من وجهه نظري اهم لاعب في الزمالك السنه دي عدي الدباغ. احتاجته مهاجم، كان مهاجم وقت اللزوم وكان قناص وخلص لك ماتشات كتير كانت صعبه. احتاجته وينج في ظل غياب اخوان الفينا، كان موجود وسد المكان وسد الثغره. احتاجته في اي مكان كان بيرجع يدافع، كان بيطلعك بالكوره. عدي الدباغ انا شايفه اهم لاعب شايفه رجل الزمالك السنه دي. وبقى لعيب طبعا الناس كلها عارفاه يا جماعه، طبعا يا جماعه، عبد الله السعيد. عبد الله السعيد في سن ال 41 سنه بيقدم عظمه. عبد الله السعيد في سن ال 41 سنه بيرجع يدافع على يغطي ورا محمد السيد ويغطي ورا محمد ابراهيم ويغطي ورا حسام عبد المجيد ويغطي ورا شحاته ويغطي ورا ده. بيطلع بالكوره ويطلع شيكوبانزا، مش نافعه يطلع خوان الفينا، مش نافعه يطلع عدي الدباغ. تتقطع بيرجع اول واحد يدافع ويجري سبرنت من ال 18 لل 18. عبد الله السعيد مفيش كلام يوصفه، مفيش اي كلام يوصف عبد الله السعيد. عبد الله السعيد واحد من نجوم الزمالك، وهو بالنسبه لي يستحق لقب افضل لاعب وسط في تاريخ مصر. بالنسبه لي عبد الله السعيد مش بس عشان امكانياته الفنيه، عبد الله السعيد لخبرته والاخلاق والادب والاحترام لنفسه وللكيان اللي هو بينتمي ليه. ايا كان، سواء كان في الاهلي كان بيحترم النادي الاهلي، اما كان في بيراميدز كان بيحترم نادي بيراميدز، واما كان في الزمالك احترم نادي الزمالك. قبل كل دول احترم نفسه، قبل كل دول احترم نفسه. اخر حد ممكن اتكلم عنه طبعا جمهور نادي الزمالك يا جماعه. انا زعلان قوي ان الدوري خلص وان انا مش هشوفكم تاني السنه دي في المدرجات. مستني جدا الدوري السنه الجايه عشان ارجع اسمع احلى حدوته اتحكت في احلى سنه من السنين. فيا ريت ربنا ما يقطع لكم عاده ودايما تفضلوا ممتعينا ومسمعينا احلى حواديت في المدرجات. اخر حاجه هتكلم عنها هي قائمه منتخب مصر. قدامك القائمه اهيت، وشوف انت اللعيبه. الزمالك تم استدعاء منه 3 لعيبه. بطل الدوري استدعى كابتن حسام حسن، اخد منه 3 لعيبه. اخد المهدي سليمان الحارس المصاب، واخد حسام عبد المجيد، واخد مين تاني، واحمد فتوح الباك الشمال. 3 في الخط الخلفي من بطل الدوري. 3 في الخط الخلفي من بطل الدوري. فكك بقى ان سيراميكا المركز الرابع اصلا مفيش منه ولا لعيب. فكك ان بيراميدز بطل افريقيا السنه اللي فاتت ووصيف الدوري السنه دي ما خدش منه الحارس الاساسي اصلا. واخد من النادي الاهلي المركز الثالث، واخد الحارس الاساسي والبديل بتوعه. واخد محمد عبد المنعم اللي بيلعب في فرنسا، اللي بقاله اكتر من 6 7 شهور مصاب. ومستبعد مصطفى محمد. هو مصطفى محمد مستبعد ليه يا كابتن حسام بجد؟ انت عندك مين اصلا في البلد يلعب مهاجم؟ حمزه عبد الكريم يا عم، احترامي والله مش على حاجه، بتمنى له كل التوفيق طبعا. لعيب رافع اسم مصر في برشلونه طبعا. اتمنى له التوفيق واتمنى ان هو يكسر الدنيا ويبقى المهاجم الاساسي لنادي الزمالك. بس لما اشوفه لما يلعب ما عادش واحد زي مصطفى محمد،
عشان واحد انا ممكن اجيبه واحرقه وابوظ له دنيته. ليه يا كابتن حسام؟ عامة بنفسك انت، انت المسؤول عن كل حاجة. مش هنتكلم دلوقتي، هنشوف انت هتنفذ ايه في ماتشين روسيا، ونشوف ان القائمة المستدعاة لكأس العالم، وبعدها نطلع نتكلم. ده كل اللي اقدر اتكلم فيه. احنا طبعا مفيش اي حاجة نتكلم فيها. احنا عايشين يومين احتفالات يا جماعة، فاحتفلوا وافرحوا وسمعوهم الحدوتة. انا اسف يا جماعة، انا من امبارح بسمع الحدوتة، من امبارح كل 10 دقايق اقوم اسمع الحدوتة. انا زهقت هقوم اسمع الحدوته. انا هخلص فيديو معاكم وهقوم اشغل الحدوته وهقعد اسمع الحدوته وهقعد ارقص انا وكل اللي في البيت. نعيش ونسمع الحدوته يا جماعه عادي، ما تزعلوش يعني. فده كان كل اللي عندي بخصوص موضوع النهارده يعني. لعيبه الزمالك كنت حابب اشكرهم، كنت حابب اشكر الجهاز الفني. مفيش شكر لمجلس الاداره المقصر المتخاذل. شكرا كابتن ممدوح، شكرا استاذ ممدوح عباس على دعمه وعلى ثقته وعلى وقوفه جنب مجلس الاداره المتخاذل المتهالك. شكرا استاذ ممدوح عباس. حتى لو انا مش بحبك كشخص، او حتى لو انا شايف ان انت اداريت نادي الزمالك، لكن انت وقت ما في نادي الزمالك انا اول واحد اطلع اقول لك شكرا استاذ ممدوح عباس. شكرا جون ادوارد. ازاي كنا ننسى جون ادوارد يا جماعه؟ ازاي كنا ننسى جون ادوارد؟ جون ادوارد اهم فرد في الزمالك السنه دي. جون ادوارد اللي الناس قعدت تقول لك سمسار وبيجيب صفقات تبعه وبياخد عمولات وبيسمسر، وناس كانت طالعه تتكلم هل هي صفقات زي شيكوبانزا واخوان الفينا ومحمد اسماعيل واحمد ربيع وعدي الدباغ وادم كايد هم دول اللي هم دول اللي خدوا الدوري. هم دول اللي جابوا جون ادوارد وخدوا الدوري. جون ادوارد اللي باع اهم نجمين عنده عشان يدي مرتبات للعيبه عشان تقدر تلعب وتاخد دوري. مبروك جون ادوارد، مبروك جون ادوارد. موسم تاريخي وهيتحسب لك، هيتحسب لك قبل ما يتحسب لمجلس الاداره. جمهور الزمالك ما بينساش، مش عبيط. جمهور الزمالك واعي وفاهم وعارف كل واحد وقف جنب النادي. فمبروك جون ادوارد، مبروك عبد الرحمن اسماعيل، مبروك كابتن عبد الناصر محمد، مبروك لكل الجهاز الفني في مجلس النادي في نادي الزمالك، مبروك لكل اللعيبه الاساسيين والاحتياطيين والناشئين. الناشئين محمد ابراهيم لاعب جيد يا جماعه وانتظروه. محمد السيد لازم تشد على نفسك وتبقى اقوى من كده، وتلعب بكل الماتشات بنفس مستوى الماتش الاخير. تبقى جاهز وعايز تكسب وتثبت نفسك. انت مش ما انت صغير، انت المفروض تشيل خط وسط منتخب مصر. الخضري مستنيين منك كتير يا خضري. السيد اسامه عاش يا سيد مستنيين منك اكتر من كده بكتير. مين تاني؟ انس وائل مستنيين انس وائل ونشوفه برضو. ايمن امير عبد العزيز مستنيين نشوفه. ده كل اللي عندي بخصوص الماتش. مش حابب اطول عليك اكتر من كده، داخلين في 20 دقيقه ولا 25 دقيقه. ده كل اللي عندي بخصوص الماتش. تاني يا ريت كل الناس تتفرج عليا، تعمل لايك وسبسكرايب للقناه وتشير الفيديو. عايزه يوصل لكل الزملكاويه، اكبر عدد من الزملكاويه يوصل لهم الفيديو عشان يتفرجوا عليه. وباذن الله نطلع دايما معاكم في فيديوهات نسمع احلى حدوته. احنا ما وراناش حاجه يا جماعه غير ان احنا نسمع الحدوته الايام دي زي ما انا ما قلت لك. كان معاكم محمد عمر من قناه حدوته الزملكاويه، وسمعنا الحدوته. سلام.